السلام عليكم. بالنسبه لموضوع حسين الشحات اللي كل الناس عماله تتكلم عليه وقلبين الدنيا عليه، لكل فعل رد فعل. مستحيل ان واحد كده من غير سبب يروح يضرب حد بالقلم من غير سبب. طول الماتش اللاعب كان بيقول له انا كان نفسي تلعب من اول الماتش عشان اكسرك، وده المعروف عن اللاعب ده في ماتش واثنين وثلاثه في كل الماتشات. ناسين لما علي معلول ضربه بالقلم؟ بالنسبه للناس بقى اللي عماله تسيح وعماله خربت الدنيا، انتوا ناسين باهر المحمدي من اسبوعين ولا من 10 ايام لما ضرب محمد هاني بالقلم؟ ليه الاعلام ما طلعش يتكلم بالمنظر ده وطلع هاجم وخرب الدنيا؟ ولا عشان حسين الشحات منتمي للنادي الاهلي وانتوا ما بتصدقوا تمسكوا غلطه على النادي الاهلي؟ ليه ما حدش يتكلم على موقف شيكابالا؟ ليه ما حدش يتكلم على موقف دونجا لما حط ايده لا مؤاخذه في زميله؟ يعني مش في حد غريب. ليه الاعلام بيضلل؟ ليه بيخبي الحقيقه؟ ليه ما بيقولش الحقيقه كامله سواء على حسين الشحات او باهر المحمدي او دونجا او غيره؟ لو كنتوا هتتكلموا خليكم منصفين بس كده. وصباحكم مش بخير ونهاركم مش بخير، وربنا يفضل خاتم على قلوبكم كده بالظلم عشان تقابلوا ربنا وانتم منافقين ومذاليل، وان شاء الله ربنا ما يكتب لكوش الخير في اي حاجه طول ما بتنافقوا. السلام عليكم.